قهوه طالعه قوامها حلوه جدا، الوش بتاعها حلو جدا ومعقول، كريمي قوي. في عميل طلب منه ربع بن بقى، فتعالوا نروح نجهزه مع بعض. اول حاجه ابتدى بيها العميل ريحه القهوه، فحط لها 100 جرام من البن الحبشي، وبعدين قام رايح مظبط الكريمه بتاع الخلطه ديت ب 75 جرام من البن البرازيلي، وبعدين قام رايح حاط لها 50 جرام من البن الهند الارابيكا اللي هيديله ريحه الزهور وفي نفس الوقت هيديله طعم الشوكولاته. ان العميل ده متابعني كويس جدا، فعارف ان الفيتنامي اكتر نوع بيعمل وش، وهو بيحب القهوه وشها تقيل، فحط 25 جرام من البن الفيتنامي. كان عايز يحوج التوليفه فحط لها 10 جرام من الحبهان. طلب بردك شويه ورد خفاف جدا كده. عايز يزود في القرنفل شويه لانه بيحب طعمه في القهوه. هناك قال لي حط لي 3 من جوز الطيب لانه بيحب طعمها في القهوه ومش فاهم ليه. انا قلت له ان هي ممكن تغير طعم القهوه بس هو ده كان طلبه. هناك بردك حط 3 اعواد من الجينسنج وهنا كان طلبه بردك، وقلت له ان هم هيغيروا طعم القهوه بس هو كان مصمم، فتقريبا هو مجرب الحاجات دي كلها قبل كده. وبعدين قلبنا الخلطه وكان لازم اجرب الخلطه ديت، فتعالى نروح نطحنها وبعد كده نرجع نعمل فنجان واقول لك رايي فيها. طعم الهند الارابيكا مديلها بجد ريحه كده وطعم مختلف، في نفس الوقت المزه بتاعتها عاليه شويه، بس يمكن عشان طعم جوز الطيب طاغي سيكا فمحتاجين نقلل جوز الطيب بس من الخلطه ديت. بجد تبقى خطيره، لازم تجربوها، بس محتاجين نقلل جوز الطيب منها. بجد روعه، تسلم ايده اللي هو فكر يعمل الخلطه وبجد يحترم جدا. انا حاليا هحاول ان انا اتواصل معاه عشان اقلله جوز الطيب شويه، بس بجد خطيره يا جدعان. وما تنساش تقول لي على خلطتك او تيجي تعملها عندي ايا كان، او تقول لي عليها عشان اجربها واقول لك ايه المشكله فيها.